مرحبا يا حلوين، كيف حالكم؟ إن شاء الله كلكم مبسوطين. أنا رانيا عبد الله. لو كنت أول مرة تشوفي قناتي بليز اضغطي على زر الاشتراك الحين واشتركي في القناة، وكمان فعلوا زر الجرس عشان توصلكم تنبيهات بالفيديوهات الجديدة. فيديو اليوم موجه للطلاب والطالبات أثناء فترة الامتحانات، مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح. معروف إنه الطلاب يعيشوا هذه الفترة توتر وقلق، ويضطروا إنهم يشربوا كميات كبيرة من القهوة، واللي أحيانا تعطيهم نتائج عكسية ترفع عندهم نسبة القلق والتوتر. ففيديو اليوم حيكون عبارة عن بدائل بتساعد الطلاب على السهر والتركيز من دون ما يصير في أي قلق وتوتر. ولو كنت حابة تعرفي إيش هي هذه البدائل، يلا خلونا نبدأ. أولا الماء يساعدك إنه تسهري وكمان يحمي جسمك من الجفاف. حاولي تشربيه باستمرار، هيخلصك من القلق والتوتر. ثانيا عصير البرتقال، استبدلي القهوة بعصير البرتقال لأنه يزيد من تركيزك في المذاكرة نتيجة لاحتوائه على كميات عالية من فيتامين سي اللي يعتبر منشط ومنبه تماما زي الشاي والقهوة. ثالثا المشي، إذا حسيتي بالنعاس أثناء المذاكرة أفضل طريقة للتغلب على هذا الإحساس إنك تمشي لفترة قصيرة، يعني حوالي ربع ساعة. بعد كذا ارجعي كملي المذاكرة مرة ثانية. رابعا المكالمة، تقدري تتصلي على صديقتك وتدردشي معها شويتين لو حسيتي بالنعاس والملل، هذه الطريقة جدا فعالة. خامسا التفاح يحتوي على الفركتوز، وهي مادة منبهة للعقل ومنشطة للجسم. سادسا الشوكولاتة، نتيجة لاحتوائها على نسبة من الكافيين فإنها بتساعدك على السهر. سابعا الإضاءة لها دور كبير جدا في مقاومة النوم. احرصي على المذاكرة في مكان تكون إضاءته جدا كويسة وكافية. هذا كان الفيديو اليوم، أتمنى يكون نال على إعجابكم. بليز لو عجبك الفيديو لا تنسي تضغطي على زر اللايك، وكمان اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس عشان توصلك تنبيهات بالفيديوهات الجديدة. روابط كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة فيني موجودة في صندوق الوصف، روحوا شوفوا صندوق الوصف بليز. من هنا إن شاء الله الفيديو جاي أشوفكم على خير. بليز be happy and keep smiling. باي.